اللي بيحب عمرو دياب يجي كده، اما اللي بالنسبه له الموضوع عادي لا بيحبه ولا بيكرهه يجي برضه كده. ليه؟ عشان ده عمرو دياب يا جماعه. عيب. بدأنا نشتغل اهو والمكنه بدأت تطلع قماش وان شاء الله ما فيش حاجه توقفنا. الموضوع اللي جايين نتكلم عنه النهارده هو موضوع مش عادي، هو ترند من ايام اللي خلفونا واحنا اطفال. حتى اولادي انا شخصيا بيكبروا على الموضوع ده. عمرو دياب اللي راح فلان يرجع فلان. الهدف الشناوي يرفع. عمرو دياب هو أيقونة نجاح مستمر، ولو حصرته في الموسيقى بس تبقى بتظلمه. هو مش بس أيقونة نجاح في الفن والموسيقى، هو كمان أيقونة نجاح في البيزنس. هو بقى مدرسة لوحده في اللعب مع الكبار، وإنك تفضل كبير طول حياتك المهنية دي حاجة مش سهلة. طب إزاي ده حصل؟ ولو فاكر إن الموضوع ده قتل بحثا تبقى غلطان. بس تعالى كده أكلمك بلغة 2024. كل سنة وإحنا طيبين، وإن شاء الله تبقى سنة خفيفة علينا وعلى العالم كله. عمرو دياب هو الترند المستمر والبراند المصري العربي العالمي اللي حجم نجاحه وصل في وقت من الأوقات إن طلعت جملة إن عمرو دياب لو عمل ألبوم فاضي هيكسر الدنيا. بس مش بس عشان عمرو دياب زي ما بيحكي انه طول الوقت بيحاوط نفسه بالشباب عشان يفهمهم ويعرف الزمن تطور ووصل لفين، لكن لان عمرو دياب حتى لو انت شايف انه بيقدم اخر كام سنة حاجات مش متعودين عليها منه، حاجات مختلفة سواء للحلو او للوحش، لكن هو بيعرف دايما من اين تؤكل الكتف. وده بيظهر دايما في تعاوناته سواء في الكتابة او التوزيع او التلحين. وانا شخص مش متخصص ولا ده مجالي، ولكن ده تذوق وحاجة كلنا مرينا بيها. عمرو دياب قدر يخلي لكل جيل ألبوم او 2 متعلقين بيهم جدا. يعني انا من جيل كمل كلامك والليلة دي، وفي جيل قبلي بتاع علم قلبك، وفي جيل بعدي ألبومز بقى كتير مع كل جيل وليه الألبوم بتاعه. بس هو قدر فعلا يربطنا بيه بشكل غير طبيعي، ويربطنا بأغانيه وبصوته وبالموسيقى اللي بيقدمها. دلوقتي الموضوع تحول انك لو ما بتسمعش عمرو دياب فانت كده ما بتطلعش على الجديد. زي لما تعرف ان عصام كاريكا هو صاحب لحن اغنية وهي عاملة ايه دلوقتي، ومين هون عليها الوقت. اللحن التاريخي ده اللي ما اختلفش عليه 2 عصام كاريكا، ودي ميزة من مميزات عمرو دياب، انه بيقدر يطلع من الاشخاص كل اللي هو محتاجه وزيادة كمان، يخليك تحس ان حتى الكلمات اللي ما بتعجبناش زي مثلا انت 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 او تجربة وعدت عدت عدت عدت، ان كانت عنده وجهة نظر وهو بيعمل ده لدرجة خلتنا بعد كده تعلقنا بالاغاني دي. ممكن يكون كانت وجهة نظره ان دي اغنية ترقص، اغنية تنفع للصيف، وهنا لنا وقفة الصيف والساحل وعمرو دياب. اتحول عمرو دياب لأيقونة في الساحل، او الساحل اللي اتحول أيقونة بسبب عمرو دياب. كل دي حاجات لا تخصصي ولا بفهم فيها، لكن اللي بفهم فيه كويس وبتعلمه بقالي كتير هو البيزنس، صناعة الأعمال. طبعا ده دجل. عمرو دياب من أول محسن جابر لروتانا لناي لشركته الخاصة لحتى استثماراته في أنغامي. لو هفسر الشخص ده على إنه براند، فهو براند كل شركاته بتتطور بشكل مستمر، لأنه عارف وفاهم إن الثبات يعني الموت، وده سر من أسرار شبابه. تعاونوا بقى مع المشهد الفني في السعودية، وإنه يبقى قاري المشهد وعارف إن ده اللي جاي، فيروح عمرو دياب الأول والكل يروح بعديه. بيرسونال براندنج على أعلى مستوى زي الكتاب ما بيقول. الراجل اللي كان بيلبس تيشيرت تلاقي كل جيل التمانينات راح يدور عليه، الايس كاب والشنطة الكروس، فانا عايش ومش عايش، الجزمة ام بوز برضه كانت جديدة. الجزم قبل عمرو دياب ما كانش لها بوز، يعني هي الجزم بقى ليها بوز، يعني في ناس اتولدت لقيت الجزم لها بوز. قبل عمرو دياب بقى ما كانش فيه، كانت الجزم مستطيلة من قدام كده. هو ده شوية جزء نوستالجيا، ولكن خلينا نرجع تاني لفكرة ان عمرو دياب هو أيقونة. عمرو دياب هو براند ناجح يعمل اعلان لمنتج، فالمنتج ده يتحول لان كل الناس بتشتريه. ولو كل الناس قالت ان ده كان جاي بالصدفة، فاحنا هنفضل نوعي في الاجيال الجديدة عشان يعرفوا يعني ايه نجاح مستمر، يتعمل عنه رسالة ماجستير في ازاي تقدر تحافظ على نجاح مستمر.
وتبقى مهما طلع نجوم انت برضه نجم النجوم، واحيانا باقل مجهود. زي مثلا ان معروف عنه انه مقل في الظهور. في ناس شافت انه مش مقبول كمتحدث وان دي نقطة ضعفه، هو بقى خلاها فن بفن وركز بس في الفن ويفضل ترند مهما حصل. حول حاجة كانت ممكن تبقى نقطة ضعف لحاجة ايجابية تبقى نقطة قوة. كل حاجة في عمرو دياب مميزة ونقدر نطلع منها كلام وبحث للصبح. وفي النهاية أنا حابب بس أقول لكم إن أنا مش من متيمين عمرو دياب، ولكن هو عمرو دياب إنه يقدر يوصل لمرحلة إنك ما تبقاش حد من مجانينه ومع ذلك انت معترف بيه انه رقم واحد ومعترف بيه انه نجم كبير وبتسمع له اغانيه، فدي حاجة عظيمة جدا. سهل ان انت تعمل اي حاجة تنجح للناس المتيمين بيك جدا، لكن صعب جدا انك تجبر الناس انها تفضل تسمعك حتى ولو هي شايفة انها راحت عليك. يعني انا مثلا شايف ان عمرو دياب طول السنين اللي فاتت كان بيحاول يوصل لعظمة الالبومز بتاعت زمان، وان يفضل يخليك متابع ده على امل انك توصل معاه للعظمه اللي انت كنت تعرفها عنه، ويقدر يعمل ده في 2024. فدي حاجه مش طبيعيه. طبعا الموضوع ده لو فضلت اتكلم عنه للصبح مش هنخلص. دي حلقه بسيطه تحيه لعمرو دياب الكبير اللي حط قواعد لنفسه عشان تلعب معاه في جيم اللعب مع الكبار. لايك، سبسكرايب، كومنت، سلام.